تعالوا نعمل البانكيك بطريقة سهلة وبسيطة ومقادير مفيش احسن ولا اسهل من كده. هنعمل النهاردة نستخدم المعلقة في المقادير بسيطة جدا، كمان هنعمله في الخلاط زي ما انتوا شايفين. عملته بثلاث مقاسات وثلاث اطعمة كمان، وطعمه حكاية. طريقة هيطلع ناجح معاكم من اول مرة. شوفوا كده، تعالوا شوفوا المقادير معايا، والمقادير بسيطة جدا واي حد هيحفظها من غير ما يكتبها كمان. معايا 4 بيضات أو 3 بيضات من الكبار، أنا معايا 4 صغيرين. معايا كمان علبتين زبادي ونص كوباية لبن. معايا علبتين زبادي ونص كوباية لبن في الخلاط، بالمضرب، أي حاجة اعملوها ما يهمكوش. معايا كمان 6 معالق سكر، لو عايزينه مسكر شوية زودوا معلقتين كمان، بس 6 معالق سكر الطعم المظبوط. نص كوباية لبن، معايا كمان 6 معالق زيت او نص كوباية زيت. ممكن نستخدم المقادير نص كوباية، وممكن تعملوها بالمعلقة 6 معالق. المقادير سهلة وبسيطة. معلقة خل، كل حاجة احطها في الخلاط وهضرب بقى كده. احط الفانيليا، معلقة بيكنج باودر كبيرة او كيس بيكنج باودر، رشة ملح بسيطة قوي، واحط كيسين من الفانيليا. الفانيليا زيادتها يعني مش زيادة قوي، بس بتدي طعم وريحة حلوة زي ما احنا عارفين. عشان خاطر البيض مهم جدا ان احنا نحط الفانيليا بزيادة شوية. طيب هم حطيت كمان كوبايتين الا ربع دقيق، وعايزاه بالقوام ده. ضربتهم في الخلاط كويس قوي. حط كل المقادير على بعضها في الخلاط مع بعضها، مش هيحصل اي حاجة. معايا بقى ازازة هنا، اي ازازة عندكم تكون فاضية، اي ازازة مش فارقة كتير. هفتح كده الغطا بتاعها، اجيب سكينة كده احطها على النار او مفك، وهفتح كده الغطا بتاعها زي ما انتوا شايفين. وهبدأ بقى ان انا استخدمها. الطريقة دي سهلة جدا، هيطلع معاكم ناجح، وتتحكموا في مقاس البان كيك بطريقة سهلة وبسيطة من غير اي تعقيد. معايا بقى هنا صينية، حطيتها على النار ودهنتها دهنة خفيفة خالص بالزيت. بعد كده هي اول مرة بس هدهنها بالزيت. معايا بقى الازازة اللي انا مليتها، هعمل بقى الحجم اللي يناسبني. اول مرة ما تقلقوش لو ما طلعتش كويسة معاكم، بعد كده هتلاقوها طالعة زي الصاروخ. هتخلصوها في اقل من 10 دقايق، سهل جدا. عجبني جدا. انا عملت 3 مقاسات، المقاس كبير ومقاس وسط ومقاس اللي هو ميني. الميني الصغير ده جميل جدا. اول ما الاقيها طلعت كده، طلعت الهواء بتاعها فقاقيع كده، اعرف ان هي كده خلاص من تحت بدأت تمسك نفسها، او كمان استوت من تحت. اقلبها بكل سهولة. الموضوع بسيط جدا، من اسهل الحلويات اللي انا عملتها. اقلبوها كده بكل سهولة. انا هنا كده عملت المقاس الكبير، شايفين؟ هتقلبوه بكل سهولة. شايفين لونه من تحت جميل وذهبي ازاي؟ اول ما الاقي الفقاقيع دي كده طلعت، اجي قلباها بكل سهولة. الاقيها وشها فتح كده، اعرف ان هي كده من تحت استوت وبقى وخدت لون كويس. على الوش التاني مش بنكمل حاجة، على طول واجي شايلاها هوا كده، مش عملت الكمية كلها بكل سهولة. دي كده المقاس الكبير. انا كده بعمل في المقاس الكبير. زي ما انتوا شايفين، اول ما هتاخد لون هاجي قلبها على الجنب التاني، وخلاص على كده قطعت معايا كمية كويسة. انا خلصت النور بقى قطع، وانا بعمل في اخر واحدة من الكبار تقريبا، في اخر واحدة، او كان في معايا 2 أو 3 تاني. لا، كانت اخر واحدة. هنا بقى انا عجنت عجينة تانية، لان انا كنت عايزة كمية كبيرة. الكمية اللي انا عملتها الاول قطعت معايا كمية كويسة، بس انا كنت عايزة كمية اكبر. عجنت نفس المقدار اللي انا عملته الاول معاكم، وعجنته قصدي ضربته في الخلاط تاني وحضرته وعملته. عملته بقى ميني بان كيك. شايفين؟ جميل جدا. ده بقى حلو، حلو للاطفال، حلو بجد، حلو
ان انتوا تاكلوه بالمعلقه او بالشوكه كده سهل جدا. ده بقى سهل جدا وبيقطع كميه كبيره، يعني ما تتوقعهاش بصراحه، اللي هي الحجم الصغير ده خالص. يعني قطع معايا كمية اكتر من الكبير بكتير، وبصراحة اسهل في اكله كمان. يعني انا حبيت ان انا اجربه معاكم. عملت 3 مقاسات شوفوها معايا في اخر الفيديو. جربوا كده، تعالوا كملوا الفيديو معايا للاخر عشان تشوفوا الصوصات اللي احنا حطيناها على البان كيك، وهيعجبكم جدا. طعمه جميل ومن اسهل الحاجات الخفيفة، حلو جدا في الفطار. حلو بجد بجد، وجبة فطار تعملوه باللبن او بالعسل كده بيبقى جميل جدا. هتشوفوا معايا في اخر الفيديو، وطعمه بقى حكاية اقول لكم انا على طعمه. زي ما انتوا شايفين معايا، قطعت معايا كمية كبيرة جدا. باي ازازة كده عندكم اخرموا الغطا بتاعها واستخدموها بكل سهولة من غير بهدلة ولا اي حاجة. زي ما انتوا شايفين معايا. مش عايزين ننسى نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عايزاكم بقى تحطوا لايك لو عجبكم الفيديو. الوصفة الجميلة دي وصفة جميلة وسهلة. عايزاكم كده تدوسوا اشتراك ولايك في قناة ابداعات منى. لو عجبتكم الوصفة اكتبوا لي في التعليقات، واكتبوا لي كمان في التعليقات عايزين كده نصلي على سيدنا محمد في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الفيديو كان بيعلق الدقيقة اللي فاتت دي. تعالوا بقى ديكوا شفتوا الكمية معايا كانت عاملة ازاي. كمية كبيرة والله، بسم الله ما شاء الله، قطع معايا كمية حلوة. ده بقى المقاس الصغير خالص. حطيت عليه صوص شوكولاتة وهحط عليه لبن. اللبن بقى نحليه بعسل او بسكر عادي خالص ونحطه بقى كده. كان طعمه حكاية، عجبني اللبن جدا بصراحة. ينفع فطار، وجبة فطار، وجبة عشاء، حلو جدا جدا. وكمان ينفع في ايام المدارس. زي ما انتوا شايفين المقاس الكبير خالص زي ما انتوا شايفين معايا اهو. حطيت عليه عسل، وده المقاس الوسط. ومعايا طبقين كمان قطعوا معايا كمية كبيرة زي ما شفتوا معايا. ده بقى كده الوسط. يعني من الاحسن واسهل الحلويات اللي ممكن تعملوها، واسرع كمان. يعني لو جالكوا ضيوف كده بسرعة بجد والله تقدروا تقوموا بسرعة كأنكم بتعملوا عصير. بسرعة كده تعملوه وتشغلوا البوتاجاز على طول وتحضروه، وهيكون معاكم بالشكل الجميل ده زي ما انتوا شفتوا معايا. عايزاكم تدوسوا لايك حلو كده للفيديو، لان الفيديو يستاهل فعلا. وصفة حلوة وسهلة وسريعة. جربوها وان شاء الله بأمر الله هتعجبكم. عايزاكم بقى كده تدوسوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ابداعات منى. شوفوا بقى كده الكمية معايا، وشوفوا كده الأطعمة اللي أنا عملت بيها. ينفع كمان ينفع نعمله يعني نحط نمسك كده القطعة، لو مش عايزين نعمل بالمنظر ده، وبالمعلقة كده ونحط قطعة بسيطة جدا من الصوص اللي احنا عايزين نحطه. ينفع كمان نجيب صوصات تانية اللي هي صوصات الجاهزة بطعم التوت او بطعم اي اطعمة. في اطعمة كتيرة جدا وتقدروا تستخدموها، وتكون وصفة سهلة وسريعة معاكم. جربوها وان شاء الله هتعجبكم، وهتكتبوا لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.